تمام كده اشتغل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ازيكم يا شباب، عاملين إيه؟ معاكم محمود ثروت من قناة نيرسن جيميوزيوم. لو أنت أول مرة بتتفرج عليا يا ريت تعمل سبسكرايب عشان تتابع باقي الحلقات بكل سهولة. طبعا احنا كنا شرحنا في المحاضرات اللي فاتت 3 محاضرات من مادة الفارما: فارماكوكاينetics وفارماكوداينامكس و آه، أدوية الجهاز العصبي اللا إرادي. تمام. الاوتونوميك نيرفس سيستم. فدلوقتي بنشرح الهارت اند بلاد بريشر ميديكيشن. اول حاجه انتي هايبرتنسيف دراجز، في منها الدايوريتكس، دي مضرات للبول، بتقلل الضغط وتقلل حجم الدم، فبالتالي تزود اخراج الميه والصوديوم من الجسم. انواعها 3 انواع: لوب دايوريتكس، سازايد دايوريتكس، بوتاسيوم سبيرنج. اللوب دايوريتكس زي الفورسامايد سريعه وقويه. السازايد دايوريتكس زي الهيدرو كلوسازايد تأثيرها ثانية واحدة بس، بتاع صوت الدوشة اللي جنبنا دي. تمام كده الصوت يكون أحسن شوية. معذرة بقى على الدوشة دي. احنا قلنا 3 أنواع لهم. في بقى حاجة اسمها البيتا بلوكرز. ما شرحناش ال3 أنواع بتاعت الدايوريتكس: اللوب دايوريتكس وسازايد دايوريتكس والبوتاسيوم سبيرنج. اللوب دايوريتكس زي الفيروسامايد سريعة وبتطلع بسرعة يعني. سوزايد دايوريتكس زي الهيدرو كلوروسيزايد تأثيرها معتدل، لا سريع ولا بطيء. بوتاسيوم سبيرنج زي سبيرولولاكتون، بتحافظ على مستويات البوتاسيوم، يعني بتخرج ميه بس تحافظ على البوتاسيوم. في تاني حاجة بيتا بلوكرز زي الاتينانول وبروبانول. تمام. أو البروبانول لولو. زي بتقلل إيه؟ بتقلل ضربات القلب وقوة الانقباض، بتقلل الضغط، فبالتالي هي ممنوعة لمرضى السي او دي والسكر ديابيتس، عشان آه، الميكانيزم بتاعها. عشان بالنسبة لك انت كده هتقلل ضربات القلب وبتقلل الضغط، فممكن يأثر على المرض ده. في تالت حاجة ألفا بلوكرز، زي البيتا في ألفا. الألفا زي البروستازون، بتقلل الضغط وبتوسع الأوعية الدموية، عكسها زي عكس البيتا. يعني هي بتقلل الضغط او تقريبا نفس الميكانيزم بس مش قوي يعني. كان الاتنين بيقللوا الضغط، فبتوسع الأوعية الدموية. دي كانت بتقلل ضربات القلب وقوة الانقباض. يعني دي لها علاقة، البيتا لها علاقة بالقلب، دي لها علاقة بالفيزلز، وبالتالي لها علاقة بالقلب برضه. اي سي انهبيتور زي الكابتوبريل والإينالوبريل، تمنع تحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. يبقى فيها توسع الأوعية الدموية وبتقلل الصوديوم. يقول لك أشهر أعراضها الجانبية الكحة الجافة. هنشرح حوار أنجيوتنسين 1 وأنجيوتنسين 2 عشان برضه أنا ما حبيتش إن أنا أعدي الحتة دي. في نظام اسمه RAAS. هو جزء من نظام بيسمى أنجيوتنسين. الأنجيوتنسين ده الاختصار ده بتاعه إيه؟ أنجيوتنسين الدستيرون سيستم. وده نظام مهم جدا في تنظيم الدم وسوائل الدم والتوازن بتاعهم بتاع سوائل الدم. سوائل في الجسم. معلش اتلخبطنا. ده نظام مهم جدا في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.
القصة ببساطة، لما الضغط بيقل أو الجسم يحس إنه محتاج مية وصوديوم، الكلية بتفرز إنزيم اسمه الرينين. الرينين ده بيمنع تحويل أنجيوتنسين 1 لأنجيوتنسين 2. تمام. ودي مادة خاملة، مش بتأثر على الجسم بشكل مباشر. وبعد كده انزيم تاني اسمه انجيوتنسين كونفرتيك انزيم، ده موجود غالبا في الرئتين، بيحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. طب ايه اللي بيعمله انجيوتنسين 2؟ بيعمل كونتراكشن، بيقبض فازو كونستراكشن للاوعيه الدمويه، فيزود الضغط لافراز، ينبه الغدة الكظريه لافراز الالدوستيرون، اللي بيخلي الجسم يحتفظ بالصوديوم والميه وكده، يرفع الضغط. احنا ليه بقى بنستخدم الاي سي انهبيتور؟ لاننا في حاله ارتفاع ضغط الدم مش عايزين الجسم اصلا يفضل يرفع في ضغط الدم اكتر. نستخدم الاي سي انهبيتور، الكابتوبريلز او الانابريل، فبيمنع تحويل انجيوتنسين 2 لانجيوتنسين 1، فبالتالي الاوعيه تفضل واسعه والضغط يقل والجسم ما يحبسش ميه زياده. تمام كده. خش على اللي بعد، الحته ديت مهمه جدا. الكالسيوم شانل بلوكر، زي الفيرام بيل، فيرام فيراباميل، والنايف دبين، والدايلتزام، بتمنع دخول الكالسيوم في العضلات، توسع الأوعية وتبطئ القلب. تمام. شرح مبسط جدا. دايركت فازو دايليتر، زي الهيدروسازاين والمينوكسيدايل، بتوسع الشرايين مباشرة، وأحيانا بيستخدم لتعالج تساقط الشعر عشان بيوسع الشرايين. تمام. في أدوية الذبحة الصدرية، أنتي أنجينال دراجز، نايتريت زي نيتروجليسرين، بتوسع الأوعية الدموية، تقلل الورك لود على القلب، ودي سابلينجوال في الطوارئ. بيتا بلوكرز بتقلل مجهود القلب، بتقلل الأعراض. دي أدوية الأنجينا بس عشان نفرق بينها وبين اللي فوق. كالسيوم شانل بلوكر بتوسع الشرايين التاجية وتقلل التقلصات. آه، ممكن نشرح حتة الشرايين التاجية دي، احنا شرحناها في محاضرة الكارديوفاسكولار سيستم. تمام. تالت حاجة في أدوية هارت فيلير، دايوريتكس بتقلل الورك لود على القلب، دايجوكسين بيقوي مقاومات القلب ويبطئ النبض، بس لو ديجيتال توكسيستي، لو الجرعة عالية ممكن تسمم، ممكن تعمل تسمم. تمام. الاس انهبيتور او بيقللوا الحمل على الورك لود على القلب، ويقللوا احتباس المية زي ما شرحنا فوق. رابع حاجة انتي اريزميك دراجز، أدوية اضطرابات القلب، مصنفة إلى 4 أنواع حسب آلية كل عمل كل واحد. أنتي أريزميك دراجز دي أدوية اضطراب نظم القلب، هي أدوية بتستخدم لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، سواء كانت سريعة أو بطيئة أو غير منتظمة، وبتقسم ل4 أنواع حسب طريقة تأثيرها على الكهرباء بتتحكم في نبضات القلب. الأنواع بتاعتها: كلاس 1 ديت صوديوم شانل بلوكرز زي الكواندين واللايدوكاين. تمام. بتشتغل على قنوات الصوديوم في قناة القلب. تمام. وبتبطئ التوصيل الكهربائي، يعني بتقلل سرعة انتقال الإشارة اللي بتخلي القلب ينبض، وكده تقلل ضربات القلب. بتستخدم في فنتريكولار أريزميا، مفيدة في علاج الضربات الفنتريكولار البطينين يعني، وده الجزء اللي بيضخ الدم خارج القلب، فنتركل. تمام. بيتا بلوكرز، حصلات بيتا اسمها على العربي كده يعني، زي البروبانول والاتينول، بتقلل تأثير هرمون الأدرينالين على القلب، بتبطئ ضربات القلب وتنظم ضربات القلب. مفيدة في حالات زي إيه؟ أتريال فيلاتر، ودي بيكون في مشكلة في الأتريوم، اللي هي اللي بيقول لك الغرفة اللي بتستقبل الدم، دي حاجة انتوا عارفينها طبعا. أو الأتريال فايبريليشن، الحاجات دي هنشرحها إن شاء الله في محاضرة الأريزميا. برضو بيكون اضطراب في الأتريال.
في الاتريوم. تمام. في تمام. في كالسيوم شانل، بوتاسيوم شانل بلوكرز زي الاميدرون. بتعمل ريبولاريزيشن أول فترة إعادة، يعني في ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. اعتبر إن ديب ده يعني الشغل ريبولاريزيشن الفترة بين السالب والموجب، يعني أنت شغال موجب 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 بعدين سالب، بعدين إيه تخش موجب تاني. فهي دي يعني محتاجة شرح طبعا، لكن هي هنا مش مجال للشرح، هي مجال للحفظ. بيقول لك بتطول فترة راحة عضلة القلب بين النبضات. تمام. فترة هي سهلة مش محتاجة شرح لو اتفهمت، زي فترة مثلا الكونتراكشن والريلاكسيشن، هي كده استقطاب تعمل تاني ريجولاريزيشن. تمام. وفي ده في حالات اضطرابات البطائين الخطيرة الأوترا، ال- الأتريم. آه، آه، أنا بتحافظ على انتظام النبض، ليها سايد افكت زي مشاكل في الغدة الدرقية والرئة والعيون. في رابع حاجة كالسيوم شانل بلوكرز زي الفيرا باميل أو الدايلتزم. الاي في نود بتقلل توصيل الإشارات الكهربائية في منطقة اسمها الاي في نود. تمام. ودي المنطقة اللي بتنقل الإشارة من الأذينين للبطينين. تمام. الحاجات دي طبعا انتوا أكيد عارفينها. تمام. مفيدة جدا في تنظيم اضطرابات النبض اللي بتيجي من الأذين. تمام. كده نكون خلصنا المحاضرة بتاعت الهارت اند هايبرتنشن دراجز. هنقفل التسجيل ونخش في المحاضرة اللي بعدها.